أنا النهاردة جاي عشان أحكي لك على واحدة من أخطر وأرعب القصص اللي جت في تاريخ الكورة. وبالمناسبة القصة دي حقيقية 100%. وللعلم أنا كنت اتكلمت عن القصة دي في فيديو من فيديوهاتي قبل كده، ولكن النهاردة أنا جاي أحكي لك عن القصة كلها كاملة بتفاصيلها. في القرن العشرين نادي ريسنج الأرجنتيني كان واحد من أقوى وأفضل الأندية في الأرجنتين، اللي في وقتها قدر يكسب 18 لقب لبطولة الدوري، من ضمنهم 7 على التوالي. والسبع ألقاب اللي على التوالي دول جم ما بين سنة 1913 لغاية 1919، وللعلم من ضمنهم 5 ألقاب بدون هزيمة. وبعد سنين كتير من فرض سيطرته على كرة القدم الأرجنتينية، قدر في موسم 67 إن هو يكسب بطولة الانتر كونتيننتال من سيلتيك. والأرجنتين كلها كانت مبسوطة ما عدا جمهور واحد. طب ومين الجمهور ده؟ هو جمهور انديبيانتي. وللعلم انديبيانتي ده هو كان النادي المنافس لنادي ريسي، لان في موسم 66 والموسم اللي قبليه 65 قدر انديبيانتي ان هو يصعد للنهائي نفس البطوله اللي هي بتاعت الانتر كونتيننتال، ولكن خسر في المرتين من انتر ميلان. فقامت جايه الضربه القويه جدا ان نادي ريسنج قدر ان هو يحقق اللقب اللي انديبيانتي مش قادر يحققه. وهنا بقى القصه بتاعتنا بتبتدي، لان نادي انديبيانتي ما عجبوش الموضوع ده نهائي، والالتراس بتاع النادي قرر ان هو يعمل اي حاجه مقابل ان نادي ريسنج ده ما ياخدش بطولات. وفعلا قائد الالتراس اقترح اقتراح ان هم يروحوا عند ساحرة، وفعلا راحوا. والساحرة قالت لهم الكلام الاتي: انتوا هتجيبوا 7 قطط سود وهتخشوا بيهم جوه الاستاد بتاع نادي ريسنج، وهتذبحوهم جوه الملعب وهتدفنوهم تحت جم الجنين. طبعا اقتنعوا بالفكرة جدا، ولكن كان في مشكلة صغيرة ان هم هيخشوا الاستاد ازاي. ولكن المشكلة دي اتحلت فورا. طب والمشكلة دي اتحلت ازاي؟ المشكلة دي اتحلت لان الحارس الامني بتاع استاد نادي ريسنج كان من اكبر مشجعين انديبيانتي، وفعلا السبع اعضاء اللي دخلوا من الالتراس بتاع انديبيانتي دخلوا الاستاد وذبحوا فعلا السبع قطط، ودفنوا 6 منهم تحت جم الجونين. واقترح الحارس الامني ان هم ما يدفنوش القط السابع مع ال6 قطط، لان ببساطه قال لهم احنا دلوقتي لو تعرف ان احنا عاملين لعنه ودافنين قطط، فدلوقتي هم هيجددوا الاستاد وهيشيلوا ال7 قطط، في وقتها احنا كده مش هيبقى فيه لعنه ونادي ريسنج هيرجع تاني للبطولات. ولكن بقى اقترح عليهم ان هم يدفنوا القط السابع ده ورا الجون في الحته كده بتاعت التراك، يعني تحت الخرسانه بتاعت الملعب. فبالتالي الموضوع لو اتعرف وجم ان هم يجددوا الملعب، اكيد مش هيجددوا الخرسانه اللي تحت الملعب. وللعلم اللي كان عارف الطريقه اللي ينزلوا بيها للخرسانه اللي تحت الارض اللي تحت الاستاد هو كان الحارس الامن. وعايز اقول لك لو انت مش مقتنع بالسحر واللعنات، احب اقول لك بقى ان اول ماتش كان ريسنج ضد نادي انديبيانتي في موسم 97 شهر ديسمبر، انتهت المباراه بفوز انديبيانتي على ريسنج 4-0. وحابب اقول لك كمان ان لغايه سنه 80 ما قدرش نادي ريسنج ان هو يحقق لقب واحد بس. انت متخيل يعني ايه نادي كبير بحجم نادي ريسنج واخد كل بطولات الارجنتين وهو اللي مسيطر على الكره الارجنتينيه، ما يقدرش يحقق لقب لمده 13 سنه؟ وعلى فكره الموضوع كان معروف والاداره كانت عارفاه وجماهير ريسنج كانت عارفاه، ولكن ما كانوش مقتنعين بالكلام ده نهائي، لغايه اما بيجي عليهم موسم 81 والجماهير بتزهق من الوضع ده، وبتقرر الاداره عشان ترضي الجماهير ان هي بقى ترمم الملعب من اول وجديد، ويطلعوا منهم عظم ال7 قطط السود. واول حاجه ابتدوا بيها هو الملعب بتاع نادي ريسنج، وفعلا العربيات شالت بقى الرمل والنجيله والحاجات دي، فعلا اللي اكتشفوا اول 6 قطط سود، او بمعنى اصح العظم بتاع ال6 قطط اللي تحت جون من الجونين. وللعلم الإدارة أما قررت إن هي عايزة بقى تشيل اللعنة من على النادي، ما عملتش كده لوحدها، وجابت قسيس من الكنيسة اسمه خورخي ديالا. وللمفاجأة هو اللي عرف مكان أول 6 قطط سود، ولكن للأسف ما عرفش مكان القط السابع. طب وعرف إزاي؟ أول ما دخل الاستاد كان معاه جردل مية وقعد يقرأ عليه آيات من الكتاب المقدس، ووراه حوالي 15,000 من مشجعين نادي ريسنج بيرددوا معاه الآيات دي وماشيين وراه، وهو كل اللي بيعمله إن هو عمال بيقرأ الآيات دي على المية ويمسك حبة مية ويرش في الأرض في كل حتة. ولكن بينتهي بيه المطاف ان هو يقدر ان هو يعرف مكان ال6 قطط السود، ولكن ما يعرفش القط السابع. ولكن بقى بتيجي المفاجأة ان هو كان بيتمشى في الاستاد في نفس الوقت ده كانوا هم بيشيلوا عظم ال6 قطط السود،
فعلا اكتشف ان في قط سابع، وفعلا عرف مكانه. قال للإدارة على مكانه، قال لهم ان هو موجود في الخرسانة اللي تحت الارض هنا. ولكن كان الوصول للخرسانة اللي تحت الارض ده كان شيء هيبقى مكلف جدا، والإدارة ما كانش معاها فلوس. فقالوا له شوف لنا حل تاني غير ان احنا نجيب القط السابع ده. فقال لهم احنا هنجيب 7 ضفادع وهنذبحهم وهندفنهم في قلب الملعب. وللعلم كل الكلام اللي انا بقوله لك ده هو كلام حقيقي، والسبع ضفادع اللي هم قرروا يذبحوهم ويدفنوهم في قلب الاستاد دي يعني عشان اللعنه تتفك. طب وبعد كل الكلام ده اللعنه بقى اتفكت؟ لا، ده كل موسم كانت الحاله بتسوء عن الموسم اللي قبليه، لغايه اما النادي اعلن افلاسه تماما في موسم 1999. يستمر الحال كما هو عليه لغايه بقى اما بيجي عليهم موسم 2001. قرروا ان هم يجيبوا المدير الفني ريتالدو ميريلو ان هو يمسك الفريق في الموسم ده. واللي كان معروف عن المدير الفني ده ان هو واحد من اقوى مدربين في الارجنتين، وكمان على المستوى التكتيكي كان قوي جدا. ولكن هم ما كانوش جايبينه عشان كده، هم كانوا جايبينه عشان هو كان روحاني جدا. طب يعني ايه كان قوي في الجانب الروحاني؟ لأن هو كان مؤمن جدا بالعادات والتقاليد الخاصة بالكابلاس، ودي كانت طقوس خرافية بيقول يعني إن هي كانت بتجيب له الحظ. ولكن قبل بداية موسم 2001 قال للإدارة ريتالدو إن إحنا لازم نشيل القط السابع ده من الاستاد. وزي ما قلت لك النادي اصلا اعلن افلاسه ومفيش فلوس ان هم يفتحوا الملعب او يجددوا الملعب. ولكن بقى هنا بقى كان دور المشجعين ومحبين النادي. اتبرعوا بحوالي 30,000 دولار. ال 30,000 دولار دول راحوا كلهم على الاستاد، وفعلا قدروا ان هم يلاقوا عظم القطه السبعه وطلعوه، وبكده تبقى اللعنه انتهت رسميا. طب انتهت ازاي؟ لان نادي ريسنج قدر ان هو يحقق لقب الدوري سنه 2001، وبكده تبقى اللعنة اتفكت. بعد 35 سنة بدون ألقاب بيقدر نادي ريسنج زي ما قلت لك إن هو يحقق لقب الدوري. لو القصة عجبتك أو الفكرة حتى عجبتك قول لي في الكومنتات، ممكن أجيب لك قصص كتيرة مرعبة في كرة القدم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.